كان في سلطان حكايته اتكتبت بالدم والعمارة والخيانة. سلطان دخل الحكم مرغوم وخرج منه في آخر معركة لدولة المماليك كلها. هنحكي عن الأشرف قنصوه الغوري، آخر سلاطين المماليك الأقوياء، واللي نهايته كانت بداية سقوط دولة كاملة. الأشرف أبو النصر قنصوه الغوري واحد من أهم سلاطين المماليك البرجية، اتولد سنة 850 هجريا و1446 ميلادية. في البداية كان مملوك للسلطان الأشرف قايتباي اللي أعتقه وقربوا ليه وخلاه من مماليك الجمدرية، وبعدين دخل في حرسه الخاص، ومع الوقت اتدرج في المناصب لحد ما مسك حجابة الحجاب في حلب. وفي عهد السلطان الأشرف بقى وزير، وسنة 906 ل 1500 اتبايع السلطان على مصر والشام، وفضل يحكم لحد ما مات في معركة مرج ضابق شمال حلب سنة 1516. الغوري كان عاشق للعمارة، وعصره اتملى مباني ومساجد وأوقاف خيرية في مصر والشام والحجاز. من أشهر شغله إنه جدد خان الخليلي وبنى منارة للجامع الأزهر ورمم قبة الإمام الشافعي، وكمان حصن مصر وأبراج الإسكندرية. وفي حلب ليه مجموعة أثرية كاملة لحد النهاردة من مدارس وجوامع ومباني. بعد ما اتخلع السلطان العادل طومان باي، اتفق أمراء المماليك على إن الغوري هو اللي يمسك السلطنة بدلاً منه. ساعتها الغوري كان ماسك مناصب ضخمة زي الوزارة وكشف الكشاف، وكان هو اللي بيقضي أغلب حاجات الدولة. لكن فجأة تمرد على طومان باي ورفض يحضر ختم البخاري في القلعة، وبعد الإطاحة بطومان باي اجتمعوا لاختيار سلطان واختاروه هو، مش بس حباً فيه، لكن عشان هو كان كبير في السن، كان عنده حوالي 60 سنة وما كانش طامع في الملك، فكانوا فاكرين خلعه هيبقى سهل، فاشترط عليهم بس ما يقتلهوش لو حبوا يخلعوه، ووافقوا وبيعوه. لكن الغوري فاجئهم كلهم، أبعد كتير من خصمه وفرض ضرائب عالية على الباقيين، وسيطر فعلاً على الحكم. ورغم الظروف الاقتصادية السيئة بسبب اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح اللي ضرب تجارة مصر، لكنه فضل يجمع موارد ويشد الجيش والأسطول. في الوقت ده البرتغاليين سيطروا على الطريق الجديد وبدأوا يطمعوا في الوصول للبحر الأحمر والسيطرة على التجارة كلها. هدموا سواحل مصر والحجاز وحاولوا يقنعوا أوروبا إن حملتهم ضد المماليك حرب صليبية. الغوري جهز الحاميات البرية على السواحل، وبدأت البحرية المملوكية تحارب بقوة. ابن زنبل الرمال ووصف المعارك دي إنها كانت نار. البحرية المصرية قدرت تطرد البرتغاليين من البحر الأحمر وتفضل مسيطرة عليه. بعدها الأسطول المملوكي خرج للمحيط الهندي وهاجم قلاع برتغالية في اليمن وعمان وشرق أفريقيا والهند، وكسبوا معركة شاول سنة 1508. لكن بعدها البرتغاليين رجعوا وهزموا المماليك في معركة ديو سنة 1509، فانسحب الأسطول ورجع للبحر الأحمر. في الناحية التانية العثمانيين كانوا بيكبروا بقوة من القرن ال14 لحد ما فتح محمد الفاتح القسطنطينية سنة 1453. العلاقات بينهم وبين المماليك بدأت كويسة، تحالفوا ضد البرتغاليين، لكن لما حدودهم قربت من بعض التوتر زاد. وفي الشرق ظهرت الدولة الصفوية الشيعية سنة 1501 في إيران والعراق، وبدأوا يبصوا للشام. وفي سنة 1507 هاجموا حامية ملطية التابعة للمماليك. الغوري غضب وحشد 1500 مقاتل، لكن الشاه إسماعيل بعت رسل يعتذروا ويقولوا إنها غلطة. الغوري شاف الرسل شكلهم بسيط وقال دول مش خطر، لكن الصفويين قرروا الهجمات تاني لغاية ما سنة 1517 اكتشف الغوري رسائل من الشاه إسماعيل لمملوك أوروبا بيحرضهم على حرب المماليك والعثمانيين. ساعتها الغوري اعتبر الصفويين خطر حقيقي، وبعد ما اتخانق الشاه إسماعيل مع السلطان سليم الأول اللي هزمه، سليم راح وضرب إمارة ذو القدر اللي كانت عازلة بين المماليك والعثمانيين، وبكده بقت الدولة المملوكية مكشوفة قدام العثمانيين. الغوري حاول يحافظ على الحياد، لكن الوضع خرج عن السيطرة. في الآخر اضطر يواجه العثمانيين بنفسه في مرج ضابق بقيادة الغوري ضد سليم الأول في أغسطس سنة 1516، وده كان بسبب خيانة قادة كبار زي خير بيك والقاضي يونس وجان برد الغزالي. اتكسرت الجيوش المملوكية والغوري مات في قلب المعركة. اتقال إنه أغمى عليه أو اتشال، وقع من فوق الحصان ومات، وجثته محدش عارف راحت فين لحد دلوقتي. بعد موته اتولاها الأشرف طومان باي واتدفن في قبة الغوري بعد ما السلطان سليم تم شنقه على باب زويلة. أما مجموعة الغوري المعمارية اللي في القاهرة فهي من أجمل آثار عمارة المماليك الجراكسة، اتعملت بين 1503 و 1504، وفيها مسجد ومدرسة وقبة وسبيل وكتاب ومنازل، وكانت بتطل على شارع المعز. ومن جنبها دلوقتي أماكن زي وكالة الغوري
مسجد أبو الدهب والجامع الأزهر ووكالة قايتباي. قنصواه الغوري السلطان اللي مسك الحكم غصب، لكنه عاشه بقلب سلطان حقيقي، واجه البرتغاليين ووقف ضد الصفويين ووقف قدام العثمانيين لآخر نفس، ومات في المعركة زي ما كان عايز. يمكن الدولة المملوكية وقعت، بس اسم الغوري لسه واقف في شارع المعز، شاهد على آخر أيام مجد دولة امتدت لغاية 267 سنة.